لا تبخلوا علينا بالاشتراك ولايك للفيديو لتشجيعنا. علم من مصادر موثوقة أن ثقة اتحاد الكرة المغربية كبير جدا في تخفيض عقوبة إيقاف مدرب المنتخب وليد الركراكي إلى مباراة واحدة. وأكدت المصادر أن الثقة في أجهزة الكاف وبشكل خاص لجنة الاستئناف بتخفيض العقوبة لمباراتين فقط، إحداهما نافذة وهي المواجهة التي خاضها الأسود مع زامبيا، وبالتالي فسيكون بإمكان الركراكي قيادة المنتخب المغربي من مقاعد البدلاء في المباراة المقبلة بدور 16. واكد المصدر ان الثقه كبيره جدا في كون الركراكي غيستافد من خفض العقوبه ديالو لمباراه واحده فقط، لان اتحاد الكره خاطب الكاف ولجنه الاستئناف التابعه لها. كما عزز الدفعات ديالو باشرطه فيديو وشهادات مدرب الكونغو سيباستيان دي صابر واللاعب مبيمبا اللي تبتات انها ما كتحملش اي اتهامات لمدرب المغرب. وبينت المصادر ان اليقين كبير جدا داخل اتحاد الكره المغربيه ان الكونفدراليه الافريقيه عبر لجنه الاستئناف غتصحح الخطأ وتخفض العقوبة ولو مع الإبقاء على الغرامة، حيث نفى المدرب الادعاءات وتعرض لتهديدات مسست السلامة ديالو، وهذه العقوبة كدينو ولا يمكن قبولها. وبالتالي هناك تفاؤل كبير جدا بتواجده مع الأسود بالمباراة المقبلة.